سفاح ذكي جدا خلى الشرطة الأمريكية تلف حوالين نفسها لمدة 15 سنة ومش قادرين يوصلوا له، لأنه كان بيرتكب جرايمه من غير ما يسيب وراه أي دليل أو أي خيط واحد يوصلهم ليه. وواحدة من ضحاياه كانت تعرف ممثلين تقال جدا في هوليود، والمفروض ان هي خارجة مع ممثل مشهور في الليلة اللي اتقتلت فيها. بس تفتكر ازاي قدر يضحك على الكل، وازاي قدروا يكشفوه، وايه كانت نهايته، وايه الجرايم اللي هو عملها، وازاي خلص على الضحايا بتوعه؟ النهاردة هنتكلم عن واحد من اخطر السفاحين في تاريخ امريكا، مايكل جارجيولو. مايكل اتولد يوم 15 فبراير سنة 1976 في مدينة صغيرة في ولاية إلينوي. حياته كانت تبان عادية وطبيعية، بس الحقيقة إن هو كان بيمر بمشاكل نفسية بسبب أبوه اللي كان بيعامله وحش، وده عمل له أزمة نفسية وبقى شخص انطوائي ومالوش أصحاب كتير. وده برضه دخله في دايرة إن هو يقرأ عن الجرايم والقتلة المتسلسلين، وبقى مهووس بيهم وبيقرأ عنهم بالساعات والوقت كبير. وفي سفاح مشهور جدا أخده قدوة وليه اللي هو تيد باندي، اللي كان مشهور بقتل عدد كبير من الستات بدون ما حد ما يشك فيه. فمايكل بيحاول يقلده من اول التعامل مع الناس لحد اختيار الضحية بتاعته. ومايكل كان شاطر انه يمثل على الناس ان هو شخص لطيف علشان يثقوا فيه. مع الوقت هوس مايكل بالقراية اتحول لمرض نفسي، وبدأ يخطط لجرايمه في السر، وده وصله ان هو ينفذ اول جريمة قتل، واللي كانت بداية سلسلة الرعب في هوليود كلها. أول جريمة كانت سنة 2001 في لوس أنجلوس، وبالتحديد في هوليود. في بنت اسمها أشلي أليرين عندها 22 سنة. أشلي كانت بتدرس في معهد لتصميم الأزياء في لوس أنجلوس. كل أصحابها كانوا بيقولوا إن شخصيتها قوية ومركزة على أهدافها وما بتخليش أي حد يشتتها، وكانت ناوية إن هي تكون مصممة أزياء مشهورة. وكمان من وقت للتاني كانت بتشتغل في نادي ليلي علشان تساعد نفسها في مصاريف الدراسة، لأن العيشة في لوس أنجلوس غالية جدا. وكانت ساكنة في بيت مشترك مع صاحبتها، والبيت ده كان قريب من ممشى المشاهير في هوليود. وبسبب مكان البيت وشوية علاقات هي عاملاهم في شغلها قدرت تتعرف على مشاهير كتير. وكانت مصاحبة الممثل فان ديزل فترة قصيرة، وبعدها ارتبطت بالممثل جيريمي سيسيتو وكانت بتخرج معاه، واخدها معاه لتصوير فيلم قبل كده. وفي ديسمبر سنة 2000 اتعرفت على ممثل تاني كان عنده 23 سنة اسمه أشتون كوتشر، اللي كان لسه ممثل صاعد، ومسلسلاته وافلامه بدأوا يتشافوا والناس كلها بدأت تحبه. اتعرفوا على بعض من خلال صحابهم وبدأوا يخرجوا ويتكلموا اكتر، والدنيا مشيت ما بينهم. لكن خلينا نرجع ليوم 21 فبراير سنة 2001، اليوم اللي هيغير كل حاجة. اليوم ده أشتون كان معزوم على حفلة توزيع جوائز الجرامي، وبعدها كان عنده حفلة تانية، واتفق مع أشلي ان هو هيخرج معاها بعد ما يخلص الحفلة، واتفقوا على الوقت والمكان وكل حاجة كانت تمام. لما جه الوقت اللي هم اتفقوا عليه، أشتون اتصل بيها وقال لها ان هو هيتأخر شوية، فقالت له عادي انا كمان هتأخر شوية لان لسه ما جهزتش. على الساعة 10 و15 دقيقة أشتون اتصل بيها وما ردتش، واتصل بيها تاني وبرضه ما حدش رد. وبما انه كده رايح لها، قال انا هعدي عليها في البيت. وصل عند بيتها لقى عربيتها مركونة قدام البيت والنور شغال، فالمفروض ان هي جوه. فخبط على الباب كذا مرة وبرضه ما فتحتش، وراح عند الشباك وحاول يبص عليها، لقى ان البيت مكركب، ولقى سائل لونه احمر موجود على الارض. بس هو مركزش في الموضوع لان هي كانت قايله له ان هي بتروق وبتغير ديكور البيت بتاعها، فالموضوع بالنسبه له كان عادي يعني. بعد ما خبط على الباب كتير واتصل بيها وهي ما ردتش، فاخد بعضه ومشي، لان هو فكر ان هي زعلت منه لانه اتاخر او نامت او اي حاجه عاديه. بس ما فكرش ابدا ان الوضع ممكن يكون اسوأ من كده. تاني يوم الصبح صاحبة أشلي راجعة من الشغل ودخلت البيت. أول ما فتحت الباب ودخلت شافت منظر صدمها، صاحبتها مرمية على الأرض وميتة ودمها مغرق الأوضة، وحتى رقبتها كانت شبه مفصولة عن جسمها من كتر الطعنات. واللي الشرطة اكتشفته بعد كده إن هي كانت واخدة 47 طعنة. لما الشرطة بدأت تحقيق في القضية، سألوا جيرانها لو كانوا سمعوا صوت غريب وشافوا أي حركة مش طبيعية، فالجيران قالوا لا احنا ما شفناش حاجة خالص، بس سمعنا
صوت صريخ الساعة 8:30، افتكرناه صوت حفلة او صوت حاجة عادية. واول شخص شكوا فيه وبدأوا تحقيق رسمي معاه كان صاحبها الممثل، لان هم لقوا بصماته على الباب وعلى الشباك. ولما قالوا له بصماتك موجودة في مكان الجريمة، قال لهم احنا كنا هنخرج واتأخرت عليها فرحت اشوفهم، والتفاصيل اللي حكيناها في الاول. فهو برر وجود بصماته في المكان. وبعد كام سؤال تاني البوليس اتأكد ان هو ملوش علاقة بالموضوع واستبعدوه خالص من القضية. تاني شخص جابوه للتحقيق كان صاحب البيت اللي اشلي ساكنة فيه، وبعد ما حققوا معاه وبعد كام سؤال اتأكدوا برضه ان هو ملوش علاقة بالموضوع واستبعدوه هو كمان. البوليس بدأ يفكر في الموضوع ويطلع شوية نظريات، وفي حاجة لفتت انتباههم انه مفيش اي اثر كسر او خلع على الباب، وعلى الاغلب اشلي هي اللي فتحت الباب للقاتل. صحاب اشلي قالوا للشرطة ان هم شاكين في واحد اسمه مايكل ذا فرنسي مان. الشخص ده دايما كانت اشلي بتشتكي منه وبتقول ان هو مزعج وبيضايقها وبيحاول يقرب منها، بس بعد ما حققوا معاه طلع هو كمان ملوش علاقة بالجريمة. بعد كل التحقيقات دي ضباط الشرطة كانوا هيتجننوا، هو مين ده اللي مش سايب وراه دليل واحد او اي خيط يوصلنا ليه؟ وبعد شهور من التحقيقات الشرطة اخيرا قدرت توصل لشخص مشتبه فيه، واسمه كان مايكل جارجيولو. الشرطة جابت مايكل وبدأوا يحققوا معاه ويدوروا وراه. فوقت التحقيق معاه جات لهم مكالمة من شرطة ولاية إلينوي وبيقولوا لهم ان هم بيحققوا في قضية قديمة من سنة 1993 والمشتبه فيه عايش في لوس أنجلوس واسمه مايكل جارجيولو. المكالمة دي خلت الشرطة تشك فيه اكتر، بس للأسف معهمش دليل ضده. بس ايه هي الجريمة اللي عملها مايكل في ولاية إلينوي؟ كانت برضه جريمة قتل لبنت اسمها تريشا بيكاتشو وكان عندها 18 سنة. يوم 13 أغسطس سنة 93 اللي كان يوم جمعة، تريشا كانت سهرانة مع أصحابها وبيحتفلوا وبيتعشوا مع بعض بمناسبة إن هم خلصوا مرحلة الثانوية. الساعة جت 1 بعد نص الليل، تريشا وصلت صحابها كل واحد لبيتهم، والمفروض إن هي ترجع البيت هي كمان. وفعلا هي وصلت البيت بس ما وصلتش عايشة. تاني يوم الصبح أبوها نازل من البيت علشان يخرج الكلب ويمشيه شوية، واول ما فتح الباب لقى جثة بنته مرمية قدامه. للأسف حالتها كانت صعبة جدا وايدها مكسورة وكلها كدمات وواخدة يجي 50 طعنة، ولقاها ماسكة مفتاح البيت في ايديها، وده معناه ان القاتل هجم عليها وهي بتحاول تفتح الباب بس للأسف ما لحقتش. لما الشرطة وصلت وبدأ التحقيق اهلها قالوا ان هي بنت لطيفة وطيبة وما عندهاش اعداء اصلا وان هم مش شاكين في اي حد. الشرطة طلبت يتحقق مع اي حد تواصل معاها اخر فترة ومايكل كان واحد منهم. لما الشرطة حققت معاه قال لهم ان هو وصلها للبيت قبل الحادثة بيومين بشكل طبيعي جدا، وحتى ان اهلها كانوا يعرفوه وانه كان بيدخل عندهم البيت ويزورهم، بس ما كانش فيه دليل ضده في الوقت ده. لما الشرطة من الولايتين بدأوا يقارنوا التفاصيل والاحداث اللي حصلت في الحادثتين لقوا ان هي متشابهة جدا. قالوا مستحيل ده يكون صدفة، ومايكل بقى مطلوب في الولايتين بس برضه مفيش دليل ضده. اول حاجة عملوها لما اتقبض عليه في لوس انجلوس ان هم عايزين منه عينة DNA، لانهم لقوا اثار دم تحت ضوافر تريشا، لكنه رفض وقال لهم انا ماليش علاقة بالقضيتين ومن غير تصريح رسمي من المحكمة او من البوليس مش هقدر اديكوا اي حاجة. وفعلا البوليس ما كانش عنده صلاحيات ان هو يطلب منه كده او في دليل واحد ضده، علشان كده ما قدروش يعملوا معاه اي حاجة. الشرطة كانوا شاكين فيه ومتأكدين ان هو متورط في القضايا دي، علشان كده بدأوا يراقبوه. وبعد فترة من المراقبة الشرطة عرفت ان هو تعب ودخل المستشفى، وبعد ما خرج الشرطة راحت في السر للمستشفى وطلبوا ان هم ياخدوا عينة DNA بتاعته، وفعلا اخدوا عينة DNA وودوها المعمل علشان تتحلل ويشوفوا متطابق ولا مش متطابق. واخيرا بعد انتظار طويل النتيجة طلعت واتضح ان DNA اللي موجود تحت ضوافر تريشا هو DNA بتاع مايكل. الضباط خلاص كانوا متأكدين ان هو القاتل وكانوا بيحاولوا بكل الطرق ان هم يوقعوه بس مش قادرين، وراحوا يدوروا في الماضي بتاعه على امل ان هم يلاقوا اي حاجة او اي دليل يساعدهم. عرفوا ان اتولد في ولاية إلينوي سنة 1976 في عيلة كبيرة
وكان عنده 7 اخوات. خلال فترة مراهقته كان شخص متنمر ولئيم مع الناس وكان بيتعصب عليهم بسرعة. وواحد من صحابه قال للشرطة ان مايكل لما بيتعصب بيبقى عدواني جدا وبيبطل يتصرف كبني ادم، واتقبض عليه اكتر من مرة وهو في المدرسة. وكان بيحب جدا شخصية القاتل تيد باندي زي ما قلنا قبل كده، وكان بيقرا كتب كتير عن الطب الشرعي وازاي بيحللوا الجثة وياخدوا منها عينات. ولما بقى عنده معلومات كتير من كتر القراية بدأ يتفخر وسط اصحابه بيقول لهم لو في مرة البوليس مسكني مش هيمسك عليا اي دليل لان هعرف اخلص نفسي من كل حاجة. عرفوا كمان ان هو بعد ما قتل تريشا سنة 93 بدأ يتردد على بيت اهلها كتير ويجيب هدايا لاخوها. وفي مرة من المرات قعد مع اخوها 4 ساعات على امل ان مايكل يتكلم ويفتح له قلبه ويقول اي معلومة توصل الشرطة لاي حاجة. بس مايكل كان ذكي جدا وخلال ال4 ساعات ما قالش كلمة توقعه. والكلام والمعلومات دي مصدرها اهل تريشا نفسهم والقضية اتقفلت. في سنة 98 مايكل سافر للوس انجلوس لان هو كان عايز يبقى ممثل مشهور، وطبعا مش هيقدر يوصل لهدفه بالسرعة دي. علشان كده اول ما وصل اشتغل في بار، بس طردوه بعد فترة قصيرة لانه هو ضرب واحد من الزباين. وتصرفاته العدوانية دي كانت مع كل الناس حتى البنات اللي كان بيرتبط بيهم. كان بيضربهم ويهددهم وبيقول انا اقدر اقتل اي شخص ومحدش يقدر يمسك عليا اي دليل. بمرة واحد من صحابه سأله في الشغل قال له انت قتلت حد قبل كده؟ والغريب ان مايكل قال له ايوه انا قتلت بنت قبل كده اسمها تريشا سنة 93. هو قالها له بالتاريخ وبالتفصيل كده بالظبط، بس عشان مايكل كانت سمعته وحشة ومعروف ان هو كذاب ومتنمر فصاحبه ما صدقهوش وفكروا يعني بيقول اي كلام كده وخلاص. وفي سنة 2000 اتعرف على اشلي اللي حكينا عنها في البداية. اتعرفوا على بعض عن طريق ان عربيتها عطلت منها ومايكل شافها وساعدها، ومن ساعة ما ساعدها كان بيحاول يقرب منها وكان عايز يرتبط بيها. كان بيقف تحت بيتها بالساعات بيراقبها. كل ده الشرطة عرفته في الماضي بتاعه وهي بتدور وراه، وبالرغم من كل الأدلة وكل السنين اللي فاتت دي كلها الشرطة ما قدرتش تثبت عليه قضية واحدة من القضيتين. نيجي لضحية جديدة بعد 4 سنين وبالتحديد سنة 2005. في ست اسمها ماريا عندها 32 سنة وكانت ل4 أطفال. حصل خلاف بينها وبين جوزها علشان كده اتطلقت وراحت سكنت في بيت لوحدها هي وولادها ال4. وكانت بتقول للناس ان هي اختارت البيت ده لان هي شايفاه امان جدا ومناسب ليها هي وولادها ال4 اللي اكبر واحد فيهم عنده 5 سنين. بعد 10 ايام من نقلها للبيت اللي المفروض ان هو امان جوزها بيتصل ب 911 بيقول لهم ان طليقته مقتولة في بيتها. لما البوليس وصل للبيت وبدأوا التحقيق اكتشفوا انها مطعونة 17 مرة، وان القاتل دخل البيت من شباك المطبخ واخد سكينة من نفس المطبخ ونفذ جريمته. وعرفوا ان القاتل بيستخدم ايده الشمال. طبعا اول واحد شك فيه البوليس كان طليقها، اولا لان هو اللي اتصل وبلغ عن الجريمة، ثانيا لان كان في خلاف بينه وبينها. لكن لما سألوه عن سبب ان هو يروح لها البيت قال لهم ان هو كان بيكلمها علشان يرجعوا لبعض وان الامور ما بينهم كانت هترجع طبيعية. وحتى الليلة اللي قبلها كانوا خارجين مع بعض وبيتعشوا في مطعم والامور ما بينهم كانت تمام ومتفقين على كل حاجة. وهم بيدوروا الشرطة شافت نقطة دم من دم ماريا موجودة في عربية طليقها. ولما سألوه عن سبب وجود الدم ده في عربيته قال لهم انه لما كانوا خارجين من المطعم اتجرحت في ايديها، وحتى ان في ناس من اللي شغالين في المطعم جم ساعدوهم وادوهم لزقة علشان تحطها على الجرح. وقال للشرطة روحوا اسألوهم لو مش مصدقين يعني. وفعلا الشرطة سألت اللي شغالين في المطعم وعرفوا ان كل كلامه كان صح وانه ملوش علاقة بقتل مراته. وبعد ما استبعدوه من القضية ما بقاش عندهم ولا مشتبه فيه والقضية كانت على وشك ان هي تتقفل. لكن جيرانها اتدخلوا في الوقت المناسب وقالوا للشرطة ان جارها اللي ساكن قصادها كان بيتصرف معاها تصرفات غريبة جدا، وحتى ان التصرفات دي زادت قبل موتها بفترة قصيرة. لما سألوهم عن اسم الشخص ده قالوا ان هم ما يعرفوهوش، لكن لما سألوهم على شكله قدروا يوصفوا لهم الملامح. ولما رسموا الملامح اللي الجيران قالوا عليها طلعت ملامح مايكل جارجيولو. لكن في نفس الوقت الرسم ده ما يعتبرش دليل ومفيش اي دليل ملموس ضده او ضد اي حد، فالقضية فضلت متعلقة من غير اي اجراءات وبعدها اتقفلت.
واخيرا بعد 3 سنين من حادثة ماريا يعني سنة 2008 جت الضربة القاضية لمايكل. في شهر ابريل من نفس السنة بنت اسمها ميشيل عندها 26 سنة بتصحى من النوم فجأة بتلاقي ان في شخص غريب واقف في اوضة نومها وماسك سكينة، وفجأة بيهجم عليها ويبدأ يطعن فيها. وميشيل جسمها بالنسبة لمايكل كان ضعيف جدا، الا انها حاولت تدافع عن نفسها وتبدأ تصرخ بصوت عالي وتمسك السكينة منه وتبعده عنها، بس للأسف قدر يطعنها كذا طعنة وبدأت تنزف. لكن بالرغم من كده ميشيل استجمعت كل قوتها وضربته ضربة جامدة برجليها لدرجة ان هو وقع على الارض، وبعدها بصلها وقال لها انا اسف ونط من الشباك وطلع يجري. المجرم كان فاكر بسبب الطعنات ان البنت دي هتموت بعد شوية، لكنها ما ماتتش واتصلت بصاحبها. صاحبها اتصل بالاسعاف وجم في الوقت المناسب ولحقوها. لما ميشيل كانت بتدافع عن نفسها قدرت تخلي مايكل يجرح نفسه بالسكينة ودم وقع عندها في الأوضة. لما البوليس أخد الدم وبدأ يحلله طلع إنه هو دم مايكل، وكده اتأكدوا وبقى عندهم دليل واضح ويقدروا يقبضوا عليه. وأخيرا قبضوا على مايكل بشكل رسمي بتهمة قتل ميشيل، وطبعا اتهموه بقتل ال3 ضحايا اللي قلنا عليهم قبل كده واللي قتلهم على مدار 15 سنة. وطبعا الدي ان ايه كان مطابق 100%. بما انهم قبضوا عليه انت ممكن تفتكر ان القضية اتحلت وانه خلاص هياخد جزاؤه، لكن للأسف الموضوع كان معقد جدا، لان ضحيته الاولى كانت في ولاية إلينوي والباقي في لوس انجلوس، وده معناه ان هو لازم يتحاكم في كل ولاية لوحدها، لان القانون في امريكا بيفصل كل ولاية عن الولاية التانية، وكل ولاية لها قانون مخصص بيها، وده اللي خلى محاكمته تتأخر. وكمان مايكل كان مخصص محاميين علشان يدافعوا عنه ويخرجوه منها، وحتى ان هو في مرة حاول يهرب من السجن لكن محاولته فشلت، والمحامي بتاعه قال للمحكمة انه كان غير عاقل وقت ارتكابه للجريمة. طبعا هو قال كده علشان يخفف الحكم عنه لان هو عارف ان هو مستحيل يطلع منها براءة، لكن المحكمة كانت متأكدة انه في وعيه وسليم 100%. وبدأت المحاكمة وجابوا الممثل اشتون اللي هو كان صديق اشلي علشان يشهد في القضية، والمحامي بتاعه اعترض وقال انه هو مش متهم في قضية اشلي لان مفيش دليل ضده واحد في بيت المجني عليها، وانكم بتحاولوا تلبسوه القواضي دي كلها. وحصل شد وجذب كتير جدا في الموضوع، ومحاكمته كانت صعبة واخدت وقت طويل جدا. وبالرغم من كل الكلام ده المحكمة كانت متأكدة ومصرة ان هو المجرم في ال4 قضايا، وكانوا شاكين ان في ضحايا تانيين غير اللي اكتشفوهم وممكن يوصل عددهم ل10. واخيرا بعد انتظار سنين كتير جدا وصلت ل28 سنة المحكمة حكمت عليه بالاعدام، بس مع وقف التنفيذ لان ولاية كاليفورنيا اللي تابعة ليها لوس انجلوس موقفة الاعدام من سنة 2006. ودي كانت قصة مايكل جارجيولو. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش اللايك والفولو او الاشتراك لو انت على اليوتيوب، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.